إذا بتحبوا ورق العنب فهي الوصفة رح تصير المفضلة عندكم. رح نعمل مع بعضنا اليوم ورق عنب بزيت كتير مناسب لهيدا الطقس، ببورد على القلب، خفيف وحامض وبيطلع طراوته ولا أطيب من هيك. وإذا هاي أول مرة بتلفوا ورق عنب ما تخافوا، رح تشوفوا قديش سهل لما نمشي خطوة بخطوة مع بعض. كملوا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبلش، إذا بعدكم ما عملتوا لي سبسكرايب انزلوا واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم. أول شغلة بلشنا فيها هي الحشوة. حضرت أول شي 3 حبات تقريبا بصل حجمهم وسط، وكمان تقريبا من 4 ل5 حبات بندورة على حسب الرغبة. يعني إذا بتحبوا البندورة كتير فيها فيكن تزودوا، إذا عادي فيكن تقللوا كمان. بس هي كل ما كانت ظاهرة البندورة فيها كل ما تكون أطيب صراحة. وبعدين بدنا نفرمهم كلياتهم على الناعم تماما. من بعد ما جهز المكونات بدي احط البهارات، وهلا رح خبركن البهارات شو هن بالضبط. بدي تقريبا كباية ونص لكبايتين رز مصري مغسول ومنقوع قبل نص ساعة. بحط الرز، بحط فوقه البندورة والبصل. للبهارات استخدمت تقريبا معلقة كبيرة نعناع ناشف، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فليفلة ناشفة كمان، معلقة صغيرة بهار أسود، ومعلقة صغيرة قرفة. هلا بالنسبة للحامض انتو فيكن تتحكموا فيه كيف ما بدكن. يعني اذا بتحبوها حامضة حطوا مثل ما انا حطيت 3 حبات حامض عصرتهم، واذا بتحبوها اخف حموضة حطوا حبتين. تمام. ورجعت حطيت تقريبا فنجان زيت زيتون وخلطتهم كلياتهم مع بعضهم، وهيك كانت الحشوة المبدئية جاهزة عندي. بدي بقى هلأ بلش بشو بالبقدونس. عندي تقريبا 3 ضمن بقدونس وضمة نعناع أخضر. نفرمهم كتير منيح، نفرمهم على الناعم، ومن بعدها بنغسلهم بننقعهم بخل وبنصفيهم، بنحطهم فوق الخلطة الرز والبهارات مع البندورة والبصل وإلى آخره. بس هيك بكل بساطة بصير اخلطهم مع بعضهم ليتجانسوا كل المكونات عندي بهيدا الشكل اللي عم تشوفوه بالفيديو. حطيت تقريبا 3 معالق كبار دبس رمان، فيكن تتخلوا عنها بس هيدي الخطوة بتعطي نكهة فظيعة لورق العنب. هلأ صار وقت انه نلف الورق العنب. شوفوا معي كتير بسيطة لفته. نحط ورقة العنب مثل ما انتم شايفين، ومنصف بقلبها كمية مناسبة من الحشوة. وما تخافوا، إذا عرفتوا تلفوها منيح ما رح تفرط معكم أبدا. شوفوا كيف الطريقة اللي أنا عم لف فيها، هيدي هي الطريقة المزبوطة للف ورق العنب. طبعا هيدي الطريقة تعلمتها من ماما. يعني بالحشوة ما بنكتر كتير حشوة، يعني مثل ما انتم عم تشوفوا بالضبط. يعني بخلي حشوة مناسبة بقلبها تبين فيها لحبة ورق العنب، بنفس الوقت ما يعني خليها ما تلف معي. يعني ما بوصلها لمرحلة انه انا ما بقدر لفها. بعبيها بشكل مرتب وبلفها بهيدي الطريقة. ناخد اول شي على الجوانب، اول جانبين بنلفهم، نلف شوي ومن بعدها بنكمل اللف. يعني بنصير ناخد الجانبين اللي بعد هيك ونكمل لف. بالنسبة هلأ لشو الاشياء اللي بدي احطها بقلب الطنجرة انتو حرين تحت الورق العنب. بس بما انه هيدي ورق عنب بزيت فما رح احط عظم او لحمة او شي، لانه هي اصلا بالخضرة. ف فيكن تحطوا اللي بدكن اياه، فيكن تحطوا باذنجان، بندورة، اللي بدكن اياه. انا حطيت بصل وجزر وبطاطا، يعني فيكن تشكلوا الخضرة الموجودة عندكم، حتى كوسة فيكن تحطوا. وبس من بعد ما صفيت البطاطا والبصل والجزر رصيت فوقن الورق العنب مثل ما عم بتشوفوا. بالنسبة لكيف بدهم يستووا على النار، بكل بساطة بحضر محلول مي وملح وبحطهم فوقه، بضغطهم بصحن ويستووا على مهلهم. وبس هيك، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. صحتين.